انا وانت لما نخس دي حاجه حلوه، لكن لما قطعه الاسكالوب قطعيتها تخس دي حاجه مش حلوه، وده لانها لا بتمسك فيها البقسماط حتى لو بالبيض، ولا هتستطعم بطعم فيها اي طراوه، مجرد قطعه ناشفه بين ايديك. وعشان كده القطع بتاعها لازم تكون معتدله، والمتوسط لكل قطعه صدر هتكون 4 شرايح مظبوطين. وعشان تفرد معاك حبه وتكون ماليه العين، فهنغطيها وندقدق عليهم بظهر السكينه بس على الخفيف، وافتكر من جوه لبره مش العكس عشان ما تتهريش. وبعدها تجيب بوله وتنزل بعلبه زبادي عليهم حبه كمون وفلفل اسود وبابريكا وشطه ورشه الملح، والختام بحبه زعتر العرايشي وسنتوفه خل، ومن غير ولا نقطه زيت عشان البقسماط يمسك في التتبيله. هنسقط فيهم شرايح البانيه ورجه تظبط الكلام، وتسيبها في التتبيله ساعتين اقل شيء. ووقت التجهيز كل اللي عليك تجيب طبقين، طبق فيهم شويه بقسماط ناعم عليهم حبه بابريكا وشطه وفلفل اسود واخلطهم، والطبق التاني فيه بيضه عليهم رشه فلفل، وندوبها الاول نتاكد انه مفيش زفر، وننزل عليهم بسيكه من الحليب ونكمل تقليب. اما عن البانيه فلما نجيبه زي ما هو كده ننزل بيه على البيض ياخد الكفر على الوشين، وفي البقسماط ينزل براحته، لكن قبل الرفع نضغط بالتكبيس. وبالمره انتوا كمان كبسوا، وده عشان الطبقه تمسك في البانيه وما تسقطش منها. ولو خلص معاك البقسماط او البيض زود بنفس الطريقه، ما تستبخلش عليه. اما عن التحمير ففي فئه بتشيلها في الفريزر شويه عشان الطبقه تمسك فيها، وفي فئه تانية بتديها تحمير في زيت سخن على طول، وانا جربت الاتنين والحقيقه ان الفرق بينهم مش كبير. لو مش عامل الطبقه كويس ومش متبع نفس الخطوات، فسواء بفريزر او من غير الطبقه هتقع وهتتشال، وهتبقى شكلها مش ولا بد قدام الناس. ما هو عيب برضه يقولوا علينا رجاله مالوا هدومنا ومش عارفين نعمل اللقمه. وحتى لو ما عرفناش ادينا بنتعلم، وفي السكه على الحبيب بنصلي وبندعي الام والامواتنا بالرحمه. ولو ناس اللايك من دواعي سروري ان افكرك. وبالمناسبه دعمكم مهم على قناتنا الجديده على اليوتيوب بدل القديمه، وفي التعليقات هتلاقي اللينك مسي عليا هناك. وبمناسبه قرب دخول عيد الام فتقدروا تستفادوا بخصم 5% على اي منتج من منتجات تاتش الزنوكي من خلال موقعهم الرسمي، وده لما تستخدموا الكود اللي ظاهر قدامك. وهتلاقي برضو بالتاكيد لينك الموقع والكود في التعليقات عشان اسهلها عليك قدر المستطاع. وفي النهايه وبرغم ان قعدتي معاكم ما بيتشبعش منها، لكن حفاظا على وقتك وباقتك نوصل للختام. ومساء الزبده على الجميع.